عارفه انكم بتسالوا انا كنت فين الفتره اللي فاتت، وليه ما صورتش فيديوهات وما نزلتش فيديوهات جديده، وليه كل مره كل شويه بغيب. انا بغيب اوقات اللي فاتت كان بسبب حاجات بتحصل، بس المره دي كانت حاجات تانية خالص جديده بتحصل. مش ظروف حلوه ومش ظروف وحشه، هي ابتلاءات، وفي نفس الوقت انا حمد ربنا عليها الحمد لله، وحاجات كتير قوي مريت بيها وغيرتني جدا وفهمتني حاجات كتير قوي. اختلفت، مريت باوقات، بصوا، اوقات حلوه واوقات صعبه بغباء، ولسه الحمد لله لسه بمر بيها. عايزاكم بس تشوفوا اللقطات الفيديو دوت، انا مجمعه لكم حاجات كتير من اللي انا عشتها الفتره اللي فاتت، كنت غايبه عنكم فيها بس ما كنتش ناسياكم. كنت بصور لكم فيديوهات من حياتي كلها، بحيث ايه اجي اعرفكم انا كنت فين. في يوم همست في أذني من يمسح عن قلبي حزني، يرجعني خضراء اللون عشاشا للأطيار لحديقتنا في قريتنا. اوكي يا ولاد، انا ما اتجوزتش، لا لسه الحمد لله، لسه ما مش وقته. بس اتأجل الفرح، ولما يجي الفرح اكيد هعرفكم وافرحكم معايا وتزغرطوا لي شبه ما كنا بنزغرط، بس الزغرطه ما تمتش فاتأجل، معرفش امتى. المهم انه كان وقت سيء جدا عليا، وكان اللي هو بجد وقت صعب ومش عارفه اعمل ايه. عارفين انتوا بتجهزوا لكل حاجه وخلاص، الخطوه اللي جايه هتتنقلوا البيت تاني، لا انتوا فضلتوا في نفس البيت وفضلتوا الحاجات اللي بتجهزوها، لا انتوا عارفين تستقروا هنا ولا انتوا رحتوا. فاهمين الشعور ده؟ قعدت فتره لحد ما تخطيت الشعور ده الحمد لله، وعرفت الناس اللي حواليا الحمد لله برضو. و الحمد لله مش عايزه اقول حاجه غير الحمد لله، لانه فعلا الحمد لله ربنا نجاني في اوقات كتيره قوي، فاكيد مش هزعل على ابتلاء، هو اصلا فيه الخير ليا اكيد ولكل اللي حواليا، فالحمد لله. المهم انا حبيت اوريكم انا ازاي اتخطيت الموقف ده وازاي اتخطيت الوقت ده. ادعوا لي كتير قوي. حاولت اهتم بصحتي لان انا صحتي اتدمرت جدا الفتره اللي فاتت، وهي اصلا كانت مش كويسه. آه، ما وريتكوش الفيتامينات بتاعتي في الفيديو ده، بس وريتكم الاكل، شويه الاكلات الصحيه اللي انا تخطيف كده من حياتي الفتره دي، ونزلت الجيم. وقفت طبعا فترة الابتلاء ده كله، وقفت ولسه الابتلاء موجود، ولكن برضو رجعت تاني الحمد لله. وجالي ورد الحمد لله، كنت مبسوطة بيه جدا. شايفين صورت كمية تصويرات. ورجعت اعمل كروشيه، اي نعم لسه الحماس مش قوي في الكروشيه، ولكن باجي على نفسي علشان ارجع لهواياتي ولحاجاتي تاني، علشان حياتي ترجع تستقر تاني وتبقى كويسة. واتعلمت حاجات جديدة في المطبخ، اتعلمت حاجات جديدة قوي. ورجعت اروح الكورس بتاعي تاني والجامعة بتاعتي، وحياتي رجعت اصلحها تاني، على الرغم من ان انا كنت وقفت وقفة اللي هو يا عيني كنت خلاص. والله العظيم فضلت ايام بنام واصحى شبه الميتين. الحمد لله الحمد لله انه نجاني، ان انا رجعت اكون كويسة تاني، ورجعت افوق لنفسي واعالج نفسي. آه، بقيت شطورة جدا في الخبيز، على الرغم ان انا مكنتش بعرف اخبز او اعمل معجنات، بس بقيت شطورة خالص وبعمل لانش بوكس وحاجات كده. شايفين الحاجات الجميله اللي انا بقيت اعملها. وده من نوع من انواع التخطي كمان، انا عايزه اعرفه لكم ان انتوا ما تسيبوش نفسكم للابتلاءات وللحاجات اللي بتقعوا فيها. قولوا الحمد لله وصلوا واحمدوا ربنا وخلاص، كملوا بقيت حياتكم، الحياه ما بتوقفش، وهتلاقوا عوض ربنا بعد كده، وهتلاقوا ربنا بيفتحها في وشكم وبيفرجها في وشكم بعد كده. اي نعم الابتلاء لسه ربنا ما فرجوش، وانا حبيت اكد على ده في الفيديو علشان اقول لكم انه مش شرط ان الابتلاء يفرج ابقى كويسه، لا هو ممكن الابتلاء يفضل قائم، ولكن انا خلاص بتخطى الوضع اللي انا فيه، لانه لازم انا اقول الحمد لله. و اشوف بقى الحاجات الحلوه في الحاجات التانية اللي حواليا اللي انا ما كنتش شايفاها، واشوف برضو الحاجه الحلوه في الابتلاء اللي انا بمر بيه. عايزه اقول لكم الفيديوهات اللي فاتت دي اللي مع بنت اختي، انا بعشقها هي وبنت اختي التانية. ولاد اختي دول في عينيا بحبهم جدا. يعني اوقات كده كنت ببقى زعلانه اول ما يجوا عندنا، خلاص ابقى كويسه بس لمجرد ان انا اشوف الضحك على وشهم، انسى الابتلاءات وانسى كل الحاجات دي. وطبعا مش عايزه اقول لكم الصلاه قد ايه بتخرج الواحد من اللي هو فيه، وبتخليه كده شايف قضاء ربنا، يقول يا رب الحمد لله الحمد لله على قضائك يا رب، وانا في نعمه وفي حاجات كتيره حلوه قوي انا ما كنتش شايفاها. وده غباء مننا احنا، مش ابتلاء، لا احنا اللي بنبقى اغبياء ومش شايفين الحاجات الحلوه التانية، ونزعل على ابتلاءات بسيطه قوي في حياتنا.
لسه في امل، ولسه الحياة موجودة، ولسه هنعمل فيديوز تاني، ولسه هنعمل حاجات كتير حلوة. ادعولي في الكومنتات. بحبكم. باي باي.